كما مات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد من برنامجكم المتجدد هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية، يتفاعل مع انشغالاتكم الفقهية. ضيفنا هذه الحلقة ومعلمنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا. وبه دكتور سعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد، الله يبارك فيك. يحدث في حياة الناس أن نفرح بسبب أو بآخر، خاصة تلك الفرحة التي تترتب عن وسائل التسلية والترفيه، ويكون لها أبعاد تاريخية وإنسانية معينة. لكن الفقه الإسلامي يعلمنا أن الأحكام تتعلق بالمقاصد، خاصة عندما تنقلب الفرحة إلى أحزان بأي سبب كان. عند هذه النقطة نتفكر ونتعرف فقه الفرح، كيف نعيشه. شيخنا السعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، لا بأس أن نفرح، فالحياة ساعة فساعة، ولكن ينقلب أحيانا بغباء إنساني شديد الفرح إلى أشياء لا تحمل عقباها. شيخنا السعيد، كيف يمكن أن نفهمها في ظل الفقه والواقع؟ بارك الله فيك أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعجبني كثيرا يعني هذا العنوان، فقه الفرح. هذا من اختيار أخي الفاضل أخي أحمد، فهو اختيار موفق، لأنه لا بأس أن نفرح، وأمر يعني يسعدنا كثيرا أن تكثر أفراحنا على مستوى الأسرة، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة، في جميع المجالات، في مجال التدين، في مجال الأخلاق، في مجال العلم والتحصيل، في المجال التجاري، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي. نتمنى أن تكثر انتصاراتنا وأن تكثر أفراحنا، وأن نكون مستحقين لهذه الأفراح ولهذه الانتصارات، ولكن لا بد من وضع بعض الضوابط الشرعية وبعض المعالم. الضابط الأول أو المعلم الأول، لا بد أن نتذكر باستمرار أن كل نصر حصل وكل فرحة حصلت فالله عز وجل لابد أن نشكره على ذلك. في آية جامعة حينما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. طبعا هذه الآية كما يقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جميع الانتصارات وجميع الأفراح التي تحصل للإنسان فمن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يصح إطلاقا في شرع الله عز وجل أن نقابل الفرحة بكفر أو بطغيان أو بفتنة أو بتحطيم أشياء أو بأحزان، وربما بإزهاق أرواح. هذا من كفر النعم. نعم، هذا من كفر النعم، لأن الله عز وجل مما يديم علينا النعم أن نشكر الله عز وجل وأن نستعمل النعمة فيما يريد سبحانه وتعالى، وأن نستعمل تلك النعمة التي أعطاها الله عز وجل لنا فيما يريد هو، ولا يمكن أن تكون ذريعة أو سبيلا لإحداث فتنة أو لكفر أو لبعد عن الله أو لقطع أرحام أو لأشياء أخرى مثل هذه. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث، لا يمكن بحال من الأحوال، لا بشرع الله عز وجل ولا بمنطق الأخلاق والقيم ولا بمنطق العيش المشترك أن نحول أفراحنا إلى أحزان. فإذا مات شاب من الشباب
بسبب فرحة لأمر من الأمور في الانتصار الرياضي أو شيء من هذا القبيل. هذا أمر نحبه ونتمنى مزيدا من الانتصارات ومزيدا من الاستحقاقات ومزيدا، ولكن لا نحول الانتصار إلى انكسار. فإذا انكسرت قيمنا وإذا انكسرت علاقاتنا وتقطعت علاقاتنا، بعد ذلك تلك الفرحة تفقد لذتها تفقد معناها. وأمر آخر، ضابط آخر ننبه إليه، أن الذين يتحدثون وهم يعلقون على هذه الأحداث يجب عليهم شرعا أن يهيئوا أسباب استقبال الفرحة بشكل مناسب، بشكل آمن، بسلام. لأن أسلوب التهييج من أي مصدر صدر كان، هذا الأسلوب، أسلوب التهييج، قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة، إلى نتائج سلبية جدا، فتتحول أفراحنا إلى أحزان، وتتحول سعادتنا إلى ندم. ومثل هذه الأمور فكلنا مسؤولون، لذلك كل في موقعه لابد أن نعمل جميعا من أجل تهيئة وتوفير الأسباب المناسبة من أجل تحقيق ما قلتم بارك الله فيكم، فقه الفرحة. وقد قلتم قاعدة فقهية مهمة جدا وهي ضابط أساس. علماء الشريعة يقررون أن الوسائل لا حكم لها، الوسائل لا حكم لها، إذن هي تنطبق عليها قاعدة الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق أساسا بمقاصدها. هناك قاعدة أخرى تؤكد هذه القاعدة، تسمى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالأحكام الشرعية إذن تتعلق بالمقاصد، فإذا كانت المقاصد مشروعة فالوسائل مشروعة. أما إذا كانت المقاصد غير مشروعة تؤدي إلى مفاسد، فحكم المنع ينتقل من المقصد إلى الوسيلة، فتصبح الوسيلة ممنوعة، أي غير مباحة شرعا. وهناك قاعدة أيضا ذهبية أختم بها، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو على جلب المصالح. هذه أيضا قاعدة ذهبية وضابط أساس. إذا طبقنا هذه الضوابط وهذه المعالم، يومها نعرف كيف نفرح ونتعلم فقه الفرح. شكرا جزيلا شيخنا السعيد. طيب شيخنا، هو معليش هذا الموضوع إنما استثاره وهو في عرفنا في الجزائر على الأقل أن العطلة الأسبوعية يتسلى فيها بعض الشباب في مباريات كرة قدم على مختلف نقاط الوطن. مع الأسف يحدث أنه في ختام هذا الأسبوع أيضا أن تجري بسبب هذه المباراة الكروية الودية الرياضية العادية أن تتحول إلى أحزان. إلى هؤلاء كيف يمكن أن نعرفهم بفقه الفرحة؟ نعم، لولا يقول أمر جميل أن ينصرف الشباب في أوقات فراغهم وفي نهاية الأسبوع أو في عطلهم إلى ممارسة بعض الرياضات، خاصة الرياضة المعروفة، الرياضة الشعبية المعروفة جدا وهي كرة القدم. هذا أمر ليس فيه حرج، فهي وسيلة مباحة، ولكن إذا انفصلت هذه الرياضة عن روحها، عما يسمى بالروح الرياضية، هناك إشكال. تتقطع الأواصر وتحصل الفتن ويصاب الشباب بالأذى. هناك من يفقد بصره وهناك من يفقد يده، وقد تؤدي مثل هذه المباريات إلى شحناء، إلى بغضاء، إلى أحقاد، يعني قد تتوارث يعني عبر سنوات. هناك الآن مما نعرفه يقينا بعض القرى وبعض المدن اللي دخلوا في مثل هذه المنافسات الرياضية التي غابت فيها الروح الرياضية، ولكن في الأخير صارت خصومات وصار نزاع وفتن.
وصل الثأر بعد ذلك، وبعدين ما بقى ولا ود ولا رياضة ولا روح رياضية ولا كيف نفقه. هذا مما يخالف شرع الله عز وجل. نقول هؤلاء الشباب باش ما تندموش، لأنه ما فائدة الرياضة أو المباراة الرياضية التي تنتهي بحزن، تنتهي بكآبة، تنتهي بجراح، تنتهي. لماذا لا يخرج الجميع منتصرا؟ الجميع منتصر إذا كان عندهم هذا الفهم، هذا الفقه. الفريق لعب مع فريق، كل واحد أظهر تقنياته وأظهر كفاءاته وأظهر يعني ما يملك من إمكانات وانتصر. ذلك المنتصر مبروك عليه، وذلك المنهزم ما نقولش هو خسر يعني مباراة، ولكن لم يخسر الرياضة في النهاية، لم يخسر الرياضة، فهو خسر مباراة واحدة ولكن ما خسرش الرياضة. إذا كان عنده هذه الروح الرياضية الجميع يخرج منتصر ويستفيد من أخطائه ويتعلم، والرياضة تنتصر بعد ذلك وهم ينتصرون ويحافظوا على أخوتهم وعلى محبتهم. لا يجوز أن تتحول النوادي وأن تتحول هذه الملاعب إلى فتن وإلى جراح. وهناك أسر فقدت يعني للأسف الشديد، يعني مهما كانت هذه النتيجة مفرحة، ولكن اللي فقد عزيز، فقد شاب، فقد ولد، لا شك أن الحزن يعني عميق جدا، عميق جدا. وهذه مسؤولية شرعية ومسؤولية أخلاقية، مسؤولية تربوية ومسؤولية وطنية، كل من موقعه نتعاون من أجل توفير أسباب فقه الفرحة في بلادنا. أسأل الله السلامة للجميع. شيخنا السعيد، هل سأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر على بركة الله بعض ما تبقى من الأسئلة ربما لم نتطرق لها السبت الماضي، الأحد الماضي. شيخنا السعيد، أختنا فريدة من العاصمة كانت تحدثت عن الأستاذة فريدة عن طواف الإفاضة بالسعي. طيب، كما وعدناها أخي أحمد بلا سعي، بلا سعي، أجبتها يعني تحدثت معها بعد الحصة مباشرة كما وعدناها بالتفصيل، والآن أجيب بما يسمح به الوقت كما وعدنا السادة المشاهدين. طبعا يمكن أن نتحدث عن جميع أحكام الحج، ولكن لابد أن نقدم بعض الملاحظات ابتداء يعني في البداية. الملاحظة الأولى أن فقه الحج يحتاج إلى دراسة مستنيرة ودراسة مستفيضة، هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني لابد من التعرف على ما هو مقرر في الفقه المالكي ابتداء، ونتعرف أيضا على ما هو مقرر في المذاهب الفقهية المختلفة. هذا أمر يساعدنا على الفهم. نعطي على سبيل المثال، يعني مثلا بالنسبة لطواف الإفاضة على سبيل المثال، وبالنسبة للطواف، بالنسبة للمفرد عنده طواف واحد، ولكن القارن اختلف فيها الفقهاء. جمهور فقهاء الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك يقولون بأن القارن عنده طواف واحد وعنده سعي واحد، طواف واحد وسعي واحد. بمعنى إذا كان جاب يدخل مثلا بالقيران ودار طواف القدوم يكفي، هذا يجزي. السعي الذي يأتي به بعد طواف القدوم هذا يجزئه. ولكن الإمام أبو حنيفة قال لك لا، القارن له طوفان وله سعيان، له طوفان أو عليه طوفان وعليه سعيان. بالنسبة إذن الاطلاع على الفقه المقارن في هذه المسألة. الأمر الثالث الذي يجب على كل حاج أن يتعلمه أنه يجب أن يقرأ دليل الحاج قبل وصوله إلى البقاع المقدسة ويرافقه هذا الدليل. وكلما أكثر من الأسئلة في هذه البقاع المقدسة كلما ربما تحصل عنده معلومات مشوشة. لذلك الكثير يعني يقرأ هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب يتشوش تماما. قد يقرأ هذه المعلومات قبل وصول، ولكن هناك عليه أن يلتزم بما هو تقرر في الدليل الذي يقدم له في بلاده وفي وطنه، والمؤكد أن هذا الدليل صحيح 100%، فلا خوف ولا وجل. أعود إلى موضوع الأخت السيدة الأستاذة فريدة، أنها هي دارت طواف الإفاضة، هي دخلت عن طريق التمتع، والتمتع نسك من النسك المعروفة، كان الإفراد، كان القران، كان التمتع. هي دخلت بالتمتع. الأصل كيف يكون التمتع؟ طبعا من الميقات تحرم ما دام تقول نويت أو لبيك اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني دخلت عن طريق التمتع. إذن
تدخل طبعا تطوف بعد ركن الإحرام، تطوف 7 أشواط بالبيت العتيق، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وتأخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم تسعى سعي العمرة، لأن دخلت بالعمرة، تسعى سعي العمرة 7 أشواط. طبعا البداية نتاعها من الصفا إلى المروة إلى آخره. والسعي له شروط صحة، مادام فيه موضوع فيه سؤال على السعي. شروط الصحة: الشرط الأول يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة مسبوقا بطواف صحيح. هذا الشرط الأول، يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة مسبوقا بطواف صحيح، سواء كان ركنا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف القدم أو نفلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون البداية من الصفا والنهاية بالمروة. ربي سبحانه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني البداية من حيث بدأ الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. الشرط الثالث أن يكون 7 أشواط، ماشي 6، ماشي 5، ماشي 11، 7 أشواط. الشرط الرابع من شروط الصحة، وهو الشرط الأخير من شروط صحة السعي، الموالاة بين الأشواط. ما يزالش واحد يدير مثلا شوط واحد وبعدين يروح يرقد ولا كذا، يعني يفرق بين لا، لازم يكون موالاة بين الأشواط. إذن هذه اللي دخل بالتمتع كما دخلت الأخت فريدة. بعد ذلك يكون الحلق أو التقصير، طبعا الحلق للرجال أو التقصير كذلك للرجال، والمرأة تقصر طبعا بقدر أنملة. هنا دارت التحلل، خلاص تحلل الأصغر من العمرة، تمام. تنتظر كما انتظرت وانتظر جميع الحجاج الذين دخلوا عن طريق التمتع يوم التروية. هي قالت كملت بيوم الخامس. تنتظر يوم التروية اللي هي يوم 8 من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. يومها هذا كي دخلت بالتمتع، طبعا المفرد مثلا ما زالوا بإحرامه، ولكن المتمتع هذاك نهار يحرم للحج. إذن هناك انفصال، الآن العمرة خلاص، الآن ندخل بالحج بيوم التروية، وفي تفاصيل ذهب إلى منى وذهب إلى منى طبعا سنة وكذا، ولكن نروح مباشرة لعرفات لما ندخل في التفاصيل هذه. يوم 9 طبعا هو يوم الوقوف بعرفة، واليوم 10 اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، الحاج عنده 4 أعمال يؤديها في ذلك اليوم. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة الكبرى، رقم 1. أيوة. رقم 2 النحر. رقم 3 الحلق أو التقصير. رقم 4 طواف الإفاضة. هنا نعود إلى بعض المراجع اللي رجعت لها الأخت فريدة. هنا بعض المراجع وش تقول؟ تجيب حديث جابر وحديث سيدة عائشة بلا ما نذكر تفاصيل، واللي بغى يرجع مثل الكتاب المبسط في الجزء الثاني الصفحة 636 يجد هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمى ثم نحر ثم حلق ثم ركب إلى مكة، إلى البيت العتيق، فطاف ثم صلى الظهر. لم يذكر السعي. هذه أشرت إليه الأخت، لم يذكر السعي. وكان كتب كما هذا الكتاب المذكور في هذه الصفحة 630 يقول لك مباشرة، يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف يعني الإفاضة، ولا طواف غيره ولا سعي معه. إذن أي واحد يقرأ هكذا يقول إذن اللي دار طواف الإفاضة كما دارت السيدة فريدة بدون سعي، على أساس أن السعي الأول هذاك يجزي يكفي. هناك من استنتج هذه النتيجة، وهذا الكلام موجود في كتب الفقه، خاصة كي يقول هذه العبارة: طاف ولا طواف غيره ولا سعي معه، هكذا. وفي في الكتاب نفسه أيضا ذكروا أيضا موقف ابن عمر، يقول فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا طاف ولم يسعى. ولكن كي ندخلوا في التفاصيل الفقهية نجد الوقت ما يسمح ليش الأخ أحمد باش نفصل ويأخذ كل وقت. واش نقول لك يا الأخت فريدة؟ أولا إن شاء الله حجك، إن شاء الله حجك صحيح، هذا رقم 1. رقم 2 احتياطا أنه مادام انت دخلتي بالتمتع تجبري
ذلك الواجب الذي لم تؤديه اللي هو السعي. هذاك يكون سعي الحج، لأن طواف الإفاضة هو طواف الركن، هو طواف الحج. معه سعي يسمى سعي الحج. هي لم تؤدي سعي الحج، ما هوش قصدا، هذا هو علمها، ثم أنها استمعت إلى فتاوى هناك، وأنها قرأت كتاب المناسك إلى آخره، ومذهبها إن شاء الله مذهب مفتيها. هناك رأي الذي يقول أن الحج صحيح، هذا رقم واحد، لأن ركن طواف الإفاضة هو الركن، ويجبر ذلك السعي الذي لم تؤديه الأخت فريدة بدم. ممكن ترسل مبلغ مالي إلى بيت الله الحرام لشراء، يعني من أجل تقديم هذا المبلغ كدم جبرا لما نقص في حجها. نسأل الله القبول. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. شيخنا السعيد من العاصمة الأخت حورية. نعم. أخت حورية من العاصمة تسأل: مات زوجها منذ 10 أيام، قيل لها عليك التالي: التزام اللباس الأسود فقط، عدم نشر الثياب المغسولة في حديقة المنزل، عدم الخروج لقضاء الحاجيات، وبعض الممنوعات الأخرى المتعلقة بالمنزل. تقول يا ربما أيضا ستسمع الإجابة وستقفل جهاز التلفزيون. سأجيب حسب طلبها بالعربية وبالقبائل إن شاء الله تعالى ليفهم الجميع. أولا، العدة ليست سجنا للأرملة المتوفى عنها زوجها، ربي قال في القرآن: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولكن بعض الناس يفهمون أن العدة الشرعية عبارة عن سجن، كما ورد في السؤال أخي أحمد: تلبس اللباس الأسود وما تبتسم وما تضحك وما تنشر لباس المغسول في الصحن نتاع البيت ولا في حديقة البيت، وما تشوف المريض إذا كان في المستشفى، وما تقضي حاجتها، وما تخدم إذا كانت عاملة موظفة، وما تشعل التلفازة، لأنه التلفازة معناتها الفرح وكذا، وهذا يتنافى مع الحداد أو مع الحزن اللي هي فيه. كل هذا للأسف لا علاقة له بالدين، غير صحيح. إنما المطلوب المرأة المعتدة تلبس لباس نتاعها عادي، ما تلبس اللباس الأسود. هذه ليست من العادات، لا من فقه الإسلام ولا من عادات المسلمين أن تلبس لباس الأسود، تلبس لباسها العادي، ولا تتزين من أجل كذا وكذا. طبعا هذا أمر معروف وتدركه جميع النساء. وكذلك أنها لا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة. إذا كانت المرأة صغيرة قد تخطب، لا يجوز لها أن تتزوج في فترة العدة، بل الفقهاء قالوا يجوز خطبتها تلميحا لا تصريحا. لا يجوز للخاطب أن يأتيها ويخطبها بصراحة، ولكن يجوز باش يخطبها بطريقة غير مباشرة، يعني بالتلميح لا بالتصريح. ولكن الممنوع هو الزواج، وكذلك الخطبة بالتصريح، يتنافى مع مشاعر الحداد للمرأة، يعني راهي تعيش هذه المشاعر. والأمر الثالث، يجوز لها باش تروح تقضي حاجتها، تشوف المريض، إذا كان المريضة تروح أنت هي تعالج وتقضي حاجتها وتنشر الثياب نتاعها وتفتح التلفزيون عادي، ما في حتى شيء. ثلاث تقبيلي ثوتما حرية ثم زورث أرجازي مثل يعفو ربي سرزق ربي الجنث عليا يكون يعظم ربي لاجر. ما ذيك ما قلت ما ماشي ذي الحبس، الشرع دينار ثم توث وميموث أرجازيس أتسي ذي الحبس. ماشي شرطة تصل لبسة بركانت، اللبسة عادي، لبسة تصل وخام لسيت أكن كان يثليض إلي كما كني. رقم 2، ساعد الحق مسرض القشيم باش تفضل في بحيرة بخام باش تنشرض القشني، تفسرض عادي انشتاقي يجوز. لا مروي 3 أتفضل باش تقبض الحوايج يكميني يوخام ذا موضين أثيد والد أثيد زورض ذي الجنازة باش تتحضر عادي. هو هربي ثمدي هذا الشمل سخام ذا كان
عين النظام ثمثلة الانثياض يخدم ليس الصابون وحدس صربيط وحدس أماكن 90 مرض كونتاجيوز يعني خاطئ مش منا معقالن عايشين نورمال إلا قد زور ديما هي تزورض أسيدي بابا التلفزيون زعما تدير التلفزيون ماشي هذا الحرام يجوز تشعل التلفزيون سوا الأخبار سوا الحصص ماشي كان حصة هلا سألوا سوا ذاك الحصص تياض عادي يعيش الحياة نورمال ماذو قال لك تشديد الناس اللي كنا ندير ربي خاطر وها ربي شرع ربو ديال النار فقيد الجنازة ماشي اللي معناه سيد باد ما دي فاصيل عقلي سنا غادي يجهل خاطر موش نفق خاطر الإيمان بالقضاء والقدر إلا قال من القضاء والقدر أما يصفرح أما يسقرح يموت الفلاسي عفور بس رزق ربي نجل ثعلين أكون يعظم ربي لاجر ولكن ونتسرارة ثم ثم يموت ورقازيس ذي الحبس خاطر الشرع وتسرارة داخل الحبس لكن من زمان الوقت ثاني الطاسق الحان أن نفكاولي كما نحن. شكرا جزيلا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر على بركة الله. مشاهدينا الكرام إليكم إلى أسئلتكم. نبدأ من فرنسا. الحاج مخلوف السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا الحاج لاباس؟ خيركم الاستاذ احمد وشرك لاباس؟ الحمد لله الحاج الله يبارك فيك ويهنيك ان شاء الله. والدنيا هانيه الحمد لله. عندي وقت طويل وانا نحاول باش نتصل بكم يعني هذا ونحضر الاصل الحمد لله. مرحبا الحاج. وشركم لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. والدكتوراه بخير الحاله لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله اخويا عندي بعض الاسئله مع الدكتور ممكن؟ تفضل يا الحاج. الو تفضل يا الحاج رانا نسمعك. عندي الاسئله الاولى اخويا احنا هنا في الجمعه صلينا مع الامام خطبه الجمعه اللي قام بالخطبتين الجمعه الامام بعد الصلاه قام واحد اخر ماهوش امام نفس الامام هذه نطلب يعني التوضيح وانا سالت الامام قال لك يعني في الامام الشافعي يجوز هذه يعني السؤال الاول يعني السؤال الثاني الاجتهاد في اتجاه القبله في مكان غير واضح إذا كنا في بلاصة ما عندناش الإشارة يعني الاتجاهات ما عندناش يعني الحالة باش نتجهوا للقبلة ما هو يعني الاجتهاد باش يعني نكونوا في الاتجاه القبلة هذا يعني ما يعمل الإنسان. هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث يعني نريد من الدكتور السعيد بارك الله فيه يصحح لي غير يعني الحديث محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابي اللي سقسى على قيام الساعة قالوا ماذا أعددت لها يعني يصح معايا ما هو الصحابي وما هو نص يعني الحديث. هذا النقطة الثالثة. يعني السؤال الرابع وقت الذبيحة يعني العقيقة اللي قام الإنسان اللي قام بالعقيقة يعني آخر وقت للذبيحة يعني حتى غروب الشمس وما حكمها ممكن حكمها حكم الأضحية يعني إذا كان يجوز حتى غروب الشمس آخر الوقت ما هو. وبارك الله فيكم ربي يجازيكم والسلام إليكم جميعا وجزاكم الله خيرا وشكرا. شكرا الحاج مخلوف الله يجازيك بالخير. شكرا جزيلا نجاوبك إن شاء الله. دوما في فرنسا الأخت نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. مرحبا تفضلي. السؤال الأول هو أنه زوجي مبتلي بالقمار وأخذ من الذهب تاعي بدون علمي وباعه وهو قال لي باللي لاصوم تاعه جاب 800 اورو ايا ودار لي في هذاك الموضوع وين كان الذهب تاعي دار لي 1300 كيما نقولوا تاع الاورو هنايا ايا وانا نسقسي على هذيك الدراهم هذيك الذهب تاعي يجيب اكثر من هذا المبلغ اكثر من 800 اي اكثر من 1300 هو دار لي هذا 1300 وانا سؤالي هو أن نعتبر هذيك الدراهم حلال. انا نكره هذيك الدراهم اللي جايه من القبار باسكو خلقها من القبار كرهتها هذيك الدراهم. اسكو هذه الدراهم حلال اسكو هي مالي ولا لا؟ وسؤالي الثاني الانسان هذا اللي قمر الكمساي توسا والانسان هذا اللي عمره لا يخدم توسا كي يعطوه ديزون لا بونسيون اسكو تعتبر هذيك البونسيون اسكو تعتبر هذيك الدراهم حلال؟ ولا هادو هما سؤالين. شكرا ونشكركم على الحصة ومع السلامة. ربي يوفقك. شكرا سيدة نادية. إلى بجاية محمد. السلام عليكم. مرحبا أخوي محمد لباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا محمد. راكم فيا؟ لباس والله الحمد لله. لباس. الله يبارك فيك. معلش هذا بالقبيلية. تفضل يا محمد تفضل. الشيخ مساء الخير. مساء الخير عسلامة. صافا شوية؟ الحمد لله. ساقع شوية سايق لاسياتيك وزعما تصوب الجامع يقرب الجامع واحد 100 متر في الليل كل زمرة تصوب الجامع الفياق
قريت زرافة في كرسي سميت جزء خلال جزء سؤال لأننا الشيخ شلا هذا موضوع خام كشمت فراق لا فامي حرصني من نيرفيق فراغ ماشي قلا قرمي لا صدق رغم سوفا مي لا في قلا الشيخ العنك سامي يعطيك الصحة الشيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا محمد. طيب نعود إلى فرنسا. أخت رحمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نشكركم على الحصة بزاف. هذا واجبنا الأخت رحمة. عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت نقدت على شهر عاهدت ربي باش نصوم شهر كنت تحقق لي أمنية. إذا أنا صمت هذاك الشهر بديت نصومه النهار اللي كنت صايمة 11 يوم صرات لي أكسيدون ونقرت مكراعي. الوغ قالوا لي خاصك ما تصوميش تاكلي باش كرعه كيبرة. إذا أنا ريت الصيام وكبريت كملت على 11 كملت على 11 الاخرى حتى كملت شهر كبريت عاد كملت الشهر. إذا قالوا لي خاصك تصومي شهر كومبلي ما تريديش ما تقطعيش يفوت تكملي شهر. إذا انا نسقسي على هذا السؤال على هذا الصيام اللي صمته اسكو نعاود من الاول ولا الصيام ثاني صمته ديجا شهر. واضح سيدتي واضح. سؤال مفهوم؟ مفهوم أخت رحمة بارك الله فيك. فيكم البركة ونشكركم على الحصة بزاف وتبقى على خير. الله يبارك فيك. شو أخيرا السيدة أم محمد من غرداية. مرحبا غرداية. الو مرحبا سيدة أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على الحصة هذه وبارك الله فيكم. تنورونا. الله يبارك فيك ربي ينورك. نحب نسأل أنا فقط أنا كحرفية ياك. أيوة. يعطونا زوج مناصب من فضلك. مناصب إدماج. الو. أيوة. يعطونا زوج مناصب إدماج وهذه المناصب يعني احنا كحرفيين ناخذوا على العرض والطلب العمل مش يومي مرات أيوة. بالشهر او بالشهرين ما نعملوش. ايوه. هل الراتب الذي يتقاضاه العامل الذي نوظفوه حنايا مدة شهر يعني بدون عمل هل هو حلال ام حرام؟ ايوه واضح شيخنا استاذ. نعم. وهناك يعني ناس اللي يوظفوا اقاربهم يعني بقصد مباشره يعني يوظفوا وياخذ الراتب وما يكونش هناك مقابل العمل يعني يتحايلوا على القانون بقصد الاستفاده وخلاص. نعم بغرض الاستفاده فقط. ايوه. بارك الله فيك وشكرا وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك سيدة أم محمد. الله يوفقك ان شاء الله للخير. شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أهلا بكم يوميا بدءا من 6 حتى 7. شيخنا السعيد نبدأ من الحاج مخلوف من فرنسا إلى ما حدث في صلاة الجمعة بعدما صلى بهم الإمام وقام واحد آخر. تفضل شيخ. أولا بودي نقدم ملاحظة في هذا الباب. إذا كان الأمر مذهب فقهي معتمد مألوف عند الناس يعني النصيحة لا نشوش على الناس. نعطي أمثلة لمثل هذا التشويش يعني إلقاء الخطبتين بلغة غير العربية. هناك بعض الناس يديروها مثل هذا الأمر. هو جائز إذا كان للناس لا يفهمون العربية يأتي بأركان الخطبتين ثم لا حرج أن يقدم يعني تفسيرا للآيات أو للأحاديث ويقدم معاني وأحكام يشرحها للناس باش يفهموا باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الأمازيغية أو أي لغة. ولكن أن نجد مثلا في بلادنا وإن كان هذا السؤال لم يطرح ولكن لا عنده علاقة بالموضوع. يأتي واحد يدير درس بالقبيلية عادي وبعدين كي يطلع في المنبر أيضا يكمل عليها بالقبيلية. يعني اسمحي نقول هذا الكلام لأنه هذا السؤال سئلت عليه البارحة فقط في أكثر من 3 من الناس نفس السؤال. قلت لهم إن شاء الله إذا كان ما نسيتش نجاوب على هذا. مادام هذا فكرني معليش أخوي أحمد معليش لماذا نشوشوا على الناس؟ دير ندرس بالقبائل الناس فهموا كي نطلعوا الخطبتين قصيرتين خفيفتين نديروها بالعربية والسلام حتى نترجم ما قلنا في اللغة في الدرس لا حرج. ثم أنه من الخير أن يتعلم الناس العربية. وكم من إنسان لم يدخل مدرسة أصلا ولكن بحكم المواظبة
على حضور الدروس والخطب إلى آخره أصبح يفهم اللغة العربية الفصيحة ويتكلمها إلى حد معين. حتى وعي الدين شيخنا تلقاه لا بأس. نعم نفس الشيء. مثلا ألف الناس أن مثلا أنه بعد صلاة العصر ما كانش صلاة النافلة. هذا معروف في المذهب المالكي، هذا من الأوقات الممنوعة فيها النوافل. النوافل ممنوعة بعد صلاة العصر، ولكن يأتي أحد منا مباشرة وأمام الناس وأمام الشيوخ الكبار وكذا، وكانوا يريد أن خالف تعرف، يعني يقول لا هناك فقه آخر، فيخلي الناس يشوش عليهم. أيضا الشفع والوتر يصليهم جماعة مثلا في رمضان. احنا معظم في بلادنا كيفاش نصلي؟ نصلي الشفع ركعتين بعد ما يكملوا التراويح العشاء ثم التراويح، وبعدين يصلي ركعتين الإمام يسلم وبعدين يقوم الوتر الله أكبر تكبر الإحرام ويصلي وتر وحدها، أليس كذلك؟ ولكن يأتي واحد ويجيبهم في ثلاثة هكذاك، وبعدين الناس يقول سبحان الله سبحان الله وما على بالوش. لو كان لك الإمام بفقهه وذوقه يعلم الناس يقول لهم هذا أمر جائز، على الأقل لا يفاجأ أولئك الناس، أليس كذلك؟ وفي أكثر من مناسبة وجاء هذا السؤال بإلحاح أنه هو يروح يكمل مباشرة والناس يقولوا سبحان الله سبحان الله على أساس أنه هو الإمام يغفر للنساء، وكي يكمل يقول لا أنتم ما تعرفوش علاش نشوشوا على الناس، هذا أمر عبادة، خلي الناس كي يدخل الجامع يرتاحوا. نعود إلى السؤال مباشرة. يا أخي الحاج مخلوف، المفروض اللي دار الخطبتين هو اللي يصلي بالناس ركعتين تاع الجمعة، هذا الثابت فقها في مذهبنا، ولكن الشيء اللي ندار يجوز. هناك آراء فقهية أخرى تجيز. مثل الأخ أحمد يخطب الخطبتين ويأتي للصف ويقوم أحد الناس هو الذي يصلي بالناس، هذه صلاة صحيحة يا أخي الحاج مخلوف، وليس في ذلك حرج. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن اختلاف الفقهاء، صح. لكي ينسجم قولنا مع ما ذكرنا آنفا نقول اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، أخذا في الحسبان إذا كان الناس والفوا مذهب معين هو اللي غالب ما يلزمش نخرجوا لهم خرجة كما نقولوا ونشوش عليهم. هذا مادام في فرنسا أكيد هناك تعدد المذاهب وكذا فالحرج مرفوع وصدر الشريعة يسع هذه الاختلافات. نتمنى أن لا تضيق صدورنا بذلك. شكرا أخي الحاج مخلوف. بارك الله فيك شيخنا. الحاج مخلوف يسأل عن الاجتهاد في إيجاد مكان القبلة، وأنت تعرف ربما في أوروبا أحيانا تجد نفسك في مكان لا تفرق بين الشرق والغرب. نعم. هو أولا الحمد لله الوسائل العصرية تساعدنا كثيرا. نعم. الوسائل العصرية هم أدرى بهذه الوسائل منا في الحقيقة. أن الله يبارك وسيلة الآن هذيك آيفون مش عارف ايه ذيك الأجهزة تديرها وتوري لك، وكان وسائل كثيرة اللي توري لك القبلة يا أخي الحاج مخلوف. ولكن في حالة غياب هذه الوسائل المطلوب من المصلي ما هوش عين الكعبة، لأنه هذا اللي يكون في الحرم المكي. نعم. أما الباقي المطلوب هو الاتجاه. الإنسان يجتهد بما لديه من معالم، كاين دي روبير معالم. نعم. شيخنا اسمح لي نقطعك. رجال السيدة أم زهرة بنت زي وزو. سيدة أم زهرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدة أم زهرة. الله يسلمك. تفضلي. غير نهضر السقبعي سعيد بوزدري. تفضلي. مرحبا بالعسلامة. مساء الخير الشيخ. مساء الخير على السلامة. مرحبا. السلامة شبشبها الصوتي كذا تنساج. كما عز ربي بارك الله فيك. نكتبي ديما في الزهرة ناس الشيخ الليل. نعم. اسمي الله خاص بوساد ديال تخيز مع سنين ديال تخيز بوين لانيفيرسير ني سبوين لا سني كادو ناس فيت. نعم. صالح هايسين ديال مدينة بلوريس صالح تصمت شي شوات. الله يسلمك. سورة تقريبا غير أما الحقوق كاتي زي بزاف ممكن تسمع من الحقوق ولد سر أنت الواجب زي بزاف نسوي ولد سر ديال الواجب غير غادي من ما مشات الفرو خاطر نروح ني بوس كانت قسنا نروح غير في غير كذا خاطر ما الزمر ضد أصل 4 الصباح. مرحبا على السلامة. فاش شحال؟ أصل 4 في 10 صباح. مرحبا.
يرحم والديك، يرحم والدي ان شاء الله ما يبغابو ان شاء الله. الله يسلمك. صح اتيا ونابو يا نابو لا وناش اديك تراسو سميت هذيك ان شاء الله. اجمعين بارك الله فيك. يعطيكم الصحه روحي لنا صح. شكرا سيدة أم زهرة الله يبارك فيك. طيب ممكن قضية السيدة أم زهرة، أنا زملائي نبهوني أن السيدة أم زهرة على اتصال وعاجل، ولما سألوها عن الرقم نتاعها باش يعاودوا لها قلت لهم أنا ما نعرفش الرقم نتاعي، لهذا استعجلت الشيخ سعيد وقطعته، فسامحونا أيضا مشاهدينا الكرام. هذه الله يبارك هذا أمر تقني ومطلوب أن نبرر على الأقل. هذا تفضل شيخنا، الاجتهاد في مكان. إذن هناك معالم يستعين بها المصلي، معالم دي روبير يجتهد من خلالها لاتجاه لإدراك الاتجاه. ماهوش مطلوب عين الكعبة يعني لا السيبل يجيبها سوا لا، مطلوب اتجاه. نحن مثلا الآن في هذا الاستوديو حينما نقوم لصلواتنا نصلي نجتهد أن القبلة هكذا في هذا الاتجاه، وبالمناسبة راهي هكذا فنصلي والسلام يعني، وكل كرة الأرض يصلون إلى القبلة. فعليكم بالاجتهاد يا أخي الحاج مخلوف، فإذا أصبتم الله يبارك، وإلا فالصلاة صحيحة ليس في ذلك أدنى حرج. بارك الله فيك. الحاج مخلوف يريد توضيح شيخنا السعيد الحديث الذي قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي أيضا. نعم بالنسبة للحديث أذكره، أما بالنسبة للصحابي لا أذكره، وأعدك بالإجابة عنه في اللقاء القادم. الآن في ذهني حوالي 3 أسماء من الصحابة، أخاف أن أخطئ وأنسب السؤال لغير سائله، لذلك أعدك بالإجابة عن اسم الصحابي. أما الحديث موجود أذكره. هذا الصحابي الجليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. بالمناسبة نفقه مسألة مهمة، أن الآيات والأحاديث عندها، الآيات عندها أسباب النزول، والأحاديث عندها أسباب الورود. أسباب الورود، يأتي صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء بماء البحر، فكان الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته. العلماء قال كان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال لم يطرح، هو سؤال عن الماء الوضوء. وهذه أيضا من الفقه أن تجيب شخصا عن سؤال ولو لم يطرحه، ولكن عنده علاقة أو تقدم فائدة أو إضافة مهمة. فذلك الصحابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الساعة، هكذا نص الحديث: متى الساعة يا رسول الله؟ يعني وقتش نهاية العالم، متى تقوم الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له إجابة مهمة وتربوية توجيهية. قال له: وماذا أعددت لها؟ استفهام، لأنه أولا لا يعلم الساعة إلا الله عز وجل. علامات الساعة معروفة، علامات الساعة الصغرى معروفة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حد ذاته من العلامات الصغرى، وكثرة الهرج والمرج ويعني وتطاول في البنيان وإلى آخره، مع علامات كثيرة، علامات الساعة الصغرى. وعلامات الكبرى نهار تظهر وحدها وبعدين تأتي متوالية، منها شروق الشمس من مغربها وإلى آخره معروفة. المهم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي هذا الصحابي ويربينا جميعا من خلاله. لا نسأل عن الساعة، نفترض جدل لو أجابه، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رب العلم يقول تقوم الساعة في سنة 2013 مثلا، لا يقتنع هذا الصحابي بالجواب. يقول له في أي شهر؟ يقول مثلا في شهر محرم. يقول في أي يوم؟ يقولوا مثلا بيوم الخميس. يقولوا في واش من الساعة، واش من الدقيقة، واش من الثانية. يعني كل سؤال يأتي سؤال بعده، ولكن لا فائدة من وراء ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب في الحديث الصحيح، قالوا: وماذا أعددت لها؟ إرشادا له وإرشادا لنا جميعا أن تنصرف جهودنا إلى العدة، إلى الزاد الذي ينفعنا في الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: واتقوا يوما، وهذا اليوم آت لا ريب فيه، في أواخر البقرة، في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما اسم الصحابي سآتي به إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. بارك الله فيك. الأحد المقبل إن شاء الله. نعم. وقت العقيقة، آخر وقت للعقيقة. بالجواب المختصر المفيد: أحكام العقيقة هي أحكام نتاع أضحية العيد. نعم. تذبح نهارا هذه العقيقة، وآخر الوقت هو قبل الغروب. أيوة. نعم. طيب،
أختنا نادية من فرنسا زوجها مبتلى بالقمار، ربي يرفع عليها البلاء، أخذ من ذهبها مالا وأرجع لها هذا المال يعني، ولكن مال حرام بالقمار. تقول لست مرتاحة لهذا المال، وهي تسأل هو أرجعه لي وهو مالي ولكن كسبه حرام، هل هذا المال يجوز لي أم لا؟ نعم. أولا ربي يهدي زوجك يا الأخت نادية، لأنه الخمر والميسر ربي جابهما كذا في نفس الآية. صحيح. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. في الآية اللي تحرم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اللي قمر طبعا ما كانش حاجة، ما كانش حلال عنده، كل شيء حلال يعني، بدليل أنه سرق يعني، هذا واش نقول ما كيف نسميه، خذا الذهب نتاع زوجته اللي عنده قيمة مادية وعنده قيمة معنوية. هذا الأمر لابد من تنبيه إليه. عنده اسمح لي، أحيانا البعض لا يعتقد نفسه أنه أحيانا يسرق زوجته، يعتقد أنه مال زوجته من حقه. بارك الله فيك. وهذا خطأ من الناحية الفقهية. هناك مبدأ اسمه استقلالية الذمة المالية، يعني الزوجة عندها ذمة مالية مستقلة والزوج عنده ذمة مالية مستقلة. ومن أدلة ذلك أن اللي مات منهم الحي يرث الميت، إذا مات الزوج تورثه زوجته، إذا ماتت الزوجة يورثها زوجها. هذا أمر. الأمر الثاني أن ذهب المرأة عنده قيمة مادية وعنده قيمة معنوية. حتى يكون يشيلها ذهب كيما هذاك، هي تقول له هذاك اللي بعته لي، هذاك اللي عنده القيمة المعنوية اللي ما لقاش في ذهب العالم. رقم 3 أنه هذا السلوك هو سرقة، أكلون بالمال ظلما يعني بغير وجه حق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من الأكل بالباطل. رقم 4 أنه مادام هو رجع لك هذاك المبلغ، هي تقول أنه الذهب هذا قيمته أغلى من 800 وأغلى من 1300 أورو كما ادعى هو، أليس كذلك؟ نقول لك يا أختي الكريمة، لك موقفان كلاهما جائزان. الموقف الأول، إذا كان خذيتي هذا المبلغ هو حقك، هو يحاسب عن مصدر المال. أنت ما ربي قال لا تزر وازرة وزر أخرى، هو اللي يتحمل إثم السرقة ويتحمل إثم القمار. أنت ما عندك حتى إثم، وإلا سمحي لي حتى ممكن يكون ربح في القمار وجاب لك القضيان للدار، وكيف أنت النفقة وجب عليه. صحيح. هو وجب عليه أن يأتي بالمال من الحلال. إذن فإذا كان أخذت هذا المبلغ فهو حلال لك وليس في ذلك حرج. هذا موقف. الموقف الآخر الأحوط لك ولدينك أنك تخلي له هذا المبلغ نهائيا وادعي له، وربما هذا السلوك هو اللي أثر فيه، بالك ربي يهديه. خلي له ربي إن شاء الله أنت يرزقك من حلال، وهو ربي يهديه. بارك الله فيك شيخنا. هي ربما يخالج شيء في نفسها، زوج هذا لا يعمل مع القدرة على العمل، ومع الأسف هو مهاجر والدولة الفرنسية تخصص له منحة، فتقول هل ما نأكله حرام أم حلال؟ بالنسبة لك يا الأخت نادية، ما تأكلينه بهذا البونسيون اللي يجيبه هذا الزوج فهو حلال. أما بالنسبة له، أي واحد يحتال من أجل كسب مال من غير وجه حق فهو آثم ومذنب ويتحمل المسؤولية أمام الله. ربي قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المصادر الحلال في الشريعة باينة، إما العمل سواء كان ذهنيا أو جسديا، أو الميراث إذا كان ورث، أو وصية تستامو خلاها له كاش واحد، ولا هبة دوناسيون، بين هذه مصادر حلال. وكاين مصادر الحرام، منها الرشوة، منها الربا، منها الاحتكار، منها هذه أن واحد يتحايل ممكن يزور الوثائق، هو صحيح ولكن يزور الوثائق أنه مريض أنه كذا إلى آخره باش يستفيد من البونسيون، لأن القوانين عبارة عن مواد قانونية تنظم حالات وأوضاعا معينة. صحيح. إذا كان واحد قدم مثلا وثائق وأدلة ثبوتية تثبت وضعية معينة تنطبق عليها المادة القانونية، يستفيد من البونسيون هذا. احنا نقول له إذا ما هذاك الشيء كان صح، لم تكذب، فالبونسيون يجوز لك. أما إذا كان عن طريق الحيلة فهو حرام عليك، هو يتحمل المسؤولية، أما أنت لا شيء عليك. بارك الله فيك شيخنا. محمد عنده سؤالين بجاية، رجاء تجيبوا
باللغة الأمازيغية مباشرة. الأخ محمد سيف قايث هذا كيني غثام زايد ديال ربي شفا لاسياتيكا كيدايني وعرن غندير ديسكال حبس بابيس كشينا كما غاس يقرب الجامع من بلاش كما زوصات الجماعة يساعد الأجر كدير النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنك تسعى 27 درجة يعني في صلاة جيول ما يزول وحدس ولكن كشيني مادام سعيد العذر سعيد السبة ثالث الظل دي قخام أكلوا من الزمرض الظل سيف ديما الزمرض والزميضة فوق كرسي يجوز تظل فيه صحيحة بإذن الله تعالى. السؤال الثاني أجمع شكينا يعني سرفان كيد نك دير مسلاي نغاشو زعفض أبارثنا دير مسلاي فكذا كيني إلى قاك التوبة ولكن التوبة النصوحة أخويا محمد توبة النصوح ثلاثة شروط الشرطة من زو أمزوارو إلى قد سندمض ونبلاش كما دام استقصادض سندمض. الشرط الأول من شروط التوبة النصوح الندم. الشرط والسين الإقلاع يعني عن مثل هذا الفعل والسيادة ساوني لق تسجل الشغل يقول تخدم ضارة ماشي وين كيدير سرفان إذا فيك من بعد دين غير مسلاي غادي يظهر الكلام الكفريات نغاشو خاطئ ورجو زرا أخويا محمد إلى قد 7 فلاس. الشرط الثالث هو العزم ألا تعود إلى مثل هذا الخطأ مستقبلا يعني لا يرك سيدي ربي تقوليه أتخدمض النية غرز ذات باش تسوغ ضارة أتخدمض أين تخدمض وربي غفور رحيم. إذا ربنا دي القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثني ذنبا من الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. ربي يغفر لنا جميعا شيخنا إن شاء الله. بن محمد إلى أختنا رحمة من فرنسا يعني استعملت مصطلح عهدت ربي هي نذرت الأخت رحمة أن تصوم شهرا كاملا قدر الله سبحانه وتعالى أن تأتي حادث بعد صومها 11 اليوم أفطرت لأنه أمرت بالإفطار لأن وضعها الصحي كان متذبذبا ثم أتمت بعد ذلك أيامها وشهرها الذي نذرته لكن حدث أن من أتاها وقال لها ما قمت به من قطع شهر النذر باطل وعليك أن تعيدي الشهر كله. لو قطعت ذلك الشهر بغير مبرر شرعي نعم يصدق الكلام اللي قال لك لازم ما تقطعي الشهر تصوميه كاملا نعم. ولكن أما أنه حصل لك حادث ونصحتي بحكم هذا الحادث أنك تقطعين ذلك الصيام يعني صمت 20 يوم كنت تعالجي إلى آخره في هذه الفترة نتاع العلاج من ناحية الشرعية هذا يعتبر مبرر شرعي هذا مسوغ شرعي يسمح لك بقطع ذلك الصيام واستئناف الصيام بعد زوال العذر إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق هذه ممكن نستأنس بهذه القاعدة صحيح. فبالتالي أنت بعد ما ولت لك صحتك كملتي هذيك 11 ولا 10 أيام اللي بقات إذن درتي هكذا صيامك يعني هذا النذر نتاعك إن شاء الله ذمتك بريئة أمام الله عز وجل. إذا حبيتي الأحوطيات كما يقول عن أحد الفقهاء يقول لك معروف بالأحوطيات إذا كان حبيتي تأخذي بالأحوط وأنت قادرة على صيام شهر فلك ذلك وعندك أجر إن شاء الله تعالى. يا رب بارك الله فيك شيخنا. طيب أختنا أم محمد من غرداية هي يبدو أنها صاحبة مؤسسة حرفية ولكن تدمج في المناصب تشغيل الشباب تسأل عن هذا الراتب الذي يتقاضى هذا العامل دون أن يقوم بجهد كبير خلال الشهر هل هذا حلال أو حرام خاصة أن النية المستصحبة أحيانا أنك توظف واحد من الأقارب لكي تستفيد من هذه المنحة ما قولك؟ أبدأ بالشق الأخير الذي يوظف أحد الأقارب بقصد الاستفادة من هذه المنحة أو بين قوسين هذا الراتب نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الراتب هو ثمرة جهد مبذول يعني هناك عمل مبذول هناك جهد مبذول يقابله راتب تقابله منحة هذا هو ما نتصوروش راتب بغير منحة
لذلك لابد أن نحذر من هذا الأمر. بعض الناس كيسمعوا قوله تعالى تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يفهموا غير حتى يروح يسرق مباشرة، يسرق مؤسسة مالية بنكة، ولا يسرق المؤسسة اللي يخدم فيها، ولا يديتورني أموال، ولا لا. هناك أيضا نوع آخر من أنواع السرقة، اللي هو إذا كان واحد يخدم شهر هو يتقاضى راتب مثلا 3 ملايين على الشهر، وهو 10 أيام ما خدمهمش، معناتها نقول ثلث الراتب لا يجوز له، ثلث الراتب لا يجوز له، وعند ربي سبحانه نتحاسبه يوم القيامة. واحد يجب أن يستحضر هذه المعاني، لابد أن يستحضر، لابد أن يعمل بقدر الإمكان، وأن يقدم الجهد الذي يستحق بسببه الراتب أو المنحة. إذن هذا اللي يخدموا هذه المعارف، هذه المحسوبية، باش يستفادوا من هذه الأمور، نقول لهم اتقوا الله عز وجل، ستسألون يوم القيامة عن هذه الأموال التي صرفت لهؤلاء بغير وجه حق، في الوقت الذي نؤكد على حق الإنسان في العمل، باش يكون توازن. ما نقولش خاطر بعض الشباب مساكين وحط يطرق الأبواب وكذا وما يلقاش العمل. هنا نعطي لهم واحد الكلام، يعني من أروع ما قرأت لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قال إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. أسأل الله العافية. أعيد هذا الكلام لأنه كلام نير من نور، لازم كل واحد مسؤول، وكل واحد لازم يدرك قيمة هذا الموقف وهذا الإرشاد العمري الفاروقي. يقول إن الأيدي خلقت لتعمل، الحقوق الإنسان أن يعمل، أن يجد الوظيفة المناسبة، يكون تكافؤ الفرص، لأن الشوماج هذا البطلة هم كبير. إذا كان واحد يتقاضى راتب يا أخي أحمد، وممكن الراتب يتأخر فقط، الطبيعة نتاعو تتغير، أليس كذلك؟ يدخل الدار يقولوا له يجيب لنا كذا وكذا، ممكن يزعف عليه، ممكن يطلق، ممكن هذا عنده راتب ثابت. وما أدرك هذاك الشومر مسكين اللي راه يدور، اللي اسمه لحيطيست، يدور في مسكين في المقاهي وكذا إلى آخره، يحقروه كل الناس، بالك يماه تحقره، تقول له راجل كيما أنت طول وعرض، وراك تدور هنا في الكوزينة وتدور في، أليس كذلك؟ إذن هذا حتى صلاته والله العظيم يكون من الشباب من يقول لك نروح نصلي والخشوع ما عنديش. قال لك اللي عنده 30 35 40 سنة نروح نصلي يقول الله أكبر، يعني مخه يروح، يكون عنده هذاك السهو، الوظائف. نعم، لذلك مشكلة، ونؤكد على هذا مع ذلك أخي أحمد على هذا الاستطراد. ولكن نعود إلى كلام عمر بن الخطاب اللي يقول إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. لا ندعو الشباب البطال إلى التماس الحرام، لا أبدا، ولكن هذه رسالة لمن يهمه الأمر باش يأخذوا هذا الأمر في الحسبان. إذن هذا لا يجوز يا أختي أم محمد. أما بالنسبة قالت أنا حرفية كذا، هنا إنما الأعمال بالنيات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة اللي ذكرناها قبل حين الأمور بمقاصدها. أنت حرفية، بيعطوا لك منصب هذا نتاع واحد خدم عندك خدمة مديها له، ما عندكش أصلا وتقاضى لك الراتب، وهو يأتي ويحضر ولم يجد عملا، بالنسبة له حلال. أما أنت معذورة لأنه ما عندكش عمل، فقط اللي يكون عنده سبق الإصرار، يعني من البداية يبيت هذه النية، يقول أروح أنت نعرفك وندير لك هذا الكاغط وكذا والإمضاء مش عارف في هذا العقد، وبعدين تقاضى أجر وأنت مريح في الدار. هذا الذي لا يجوز. أما أنه جاب بنية العمل، وفي كل مرة يأتي ويقول لك أعطيني خدمة، أنت يا أختي الفاضلة عندك خدمة مديها، ما عندكش خدمة ما تمديلوش. نعم، بدعي له. يعني ممكن تجتهدي في إيجاد أي عمل ولو كان شوية، يعني خلي الإنسان يعمل. وين يبغى نسكسو سوذي قرني قبائل، وين يبغى نسكسو سوذي وسين مدنا سيدي لا قادي يشرو سيدي. ما إذا كان ما كانش الخدمة فهذاك الراتب يتقاضى حلال عليه لا حرج إن شاء الله. اللي حب ياكل مسفوف مسقيد يعني. طيب شيخنا، السيدة أم زهرة باختصار ماذا تريد؟ والله الأخت أم زهرة يعني على كل حال أحمد استقبلوا بعض القضايا، وهي من استقبلناها وأعطيناها موعدا على المباشر، مادام قضية فيها تفاصيل شوية معقدة، مادام هي مستطرحة على المباشر فأجيبها عند اللقاء يوم الأربعاء الساعة 10 إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله لما فيه الخير وأحسن الله إليك. بقي لي 30 ثانية وكنت جمعت بين مسألتين، سيدة محمد بن غرداية وسيدة نادية من فرنسا، المحن والمنح. نعم. المنح
عندما تعطى إلينا علينا ألا نحولها إلى محن سنقابل بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بارك الله فيك. نستثمر المنح في الاقتراب الله عز وجل، ونستثمرها في التقرب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نحول المنح إلى محن. شكرا لشيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بوزري، شكرا لكم على الوفاء. أنقل لكم تحيات فريق العمل. غدا بحول الله يلقاكم الحاج محمد واشم. نلقاكم بحول الله الثلاثاء. السلام عليكم ورحمة الله.